يا صباح الورد والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. يلا بقى نسلق الكرنب ونفرزه ونشيله من السنة للسنة من غير ما الورقة تجلد معانا. زي ما انتم ما شايفين كده، طبعا بمكون واحد بس هنسلق الكرنب وهيقعد معانا من السنة للسنة، ولا هيجلد معانا، ولا لما نيجي نسويه الورقة تشد، ولا الكلام دوت. طبعا ركزوا بقى معايا كده في الفيديو، وهقول لكم ايه المكون الواحد بس دوت اللي احنا ممكن نحطه يخلي لنا الكرنب من السنة للسنة الورقة جميلة كده وطرية وحلوة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، وتعالوا اقول لكم هنعمل ايه. هنا طبعا حطينا شوية مية زي ما انتم ما شايفين كده، ماشي. دي المكون اللي احنا هنحطه دوت بقى ايه، شوية سكر. طبعا لما كنا بنيجي نسلق الكرنب كنا بنحط ملح وشوية كمون. لا، المادة الحافظة بتاعتنا بقى المرة دي معلقتين السكر. طبعا على حسب المية اللي انتي حطاها حطي معلقتين سكر او 3. طبعا السكر مادة حافظة يا جماعة، وهيحفظ لنا الكرنب من السنة للسنة، وهتطلعيه ولا الورقة هتجلد ولا هتشد. وهتبقى زي اكنك لسه جايبه كرنبايه صبحه وسلقيها. تمام. طبعا بصوا بقى ايه، مش بنطول في الميه عشان خاطر برضك ما يتهريش لما نطلعه من الفريزر. طبعا بيبقى متلج، مش هنحطه في ميه ولا اي حاجه، بنسيبه بنطلعه قبل مثلا ما بنعمل المحشي بتاعنا بتاع بساعتين كده عشان يفك براحته. تمام. طبعا انتوا ما تسلقوش الكرنب قوي عشان خاطر التلج برضك، يعني لما بتطلعوا الحاجه متلجه بتحسوا ان الورقه استوت اكتر. لما بتشيلوا الكرنب متلج وتيجوا تطلعوه بتحسوا ان الورقه استوت اكتر. طبعا ما فيش 3 دقايق على النار وبنطلع ايه الكرنب بتاعنا. تمام. بنحطه في مصفى كده وبنعمل ايه، بنروح بقى نحطه تحت الحنفيه. شايفين انا بوريكم كده ايه، بضغط عليه ضغطه كده يعني استوى، بس مش اللي هو يعني اتهرى. طبعا وبنزل المصفى بتاعتي دي تحت الحنفيه، وبنزل ببقيه الكرنب بتاعي. طبعا الورق الاخضر قوي بقى اللي بيحبه عادي يسلقه. انا بحب اسلق منه كام ورقه عشان احطهم في قاع الحله من تحت. تمام. زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا بصوا انا شغلت عليه الميه، مش لازم بقى ميه من التلاجة يا جماعة وميه ساقعة، هي كده كده الميه نازلة ساقعة اصلا من الحنفية. فالسكر، معلقة السكر دي بتفرق جدا جدا بصراحة في تسوية الكرنب، وتخليهولك جميل قوي ويقعد معاكي في الفريزر من السنة للسنة. ولما تطلعيه هيبقى جميل جدا بصراحة وهيعجبكم. طبعا مفيش حد فينا ما بيحبش الكرنب، كلنا بنحب الكرنب يا جماعة. بصوا زي ما انتم شايفين كده. الورق الاخضر بقى لما بتيجي تسلقيه بتسيبيه شوية في المية عشان خاطر هو بياخد وقت شوية في التسوية، لان الورقة الخضراء بتبقى جامدة شوية عن البيضة. طبعا كل ما تطلعي ورق حطيه في المصفى وروحي مشغلة ايه، مشغلة المية، يعني حطيه تحت الحنفية. بصوا طبعا هنزل بقى تقريبا شوية اخضر كده. ودي كانت وصفة اليوم بتاعتنا النهاردة. بصوا بقى الاخضر ده، بصوا زي ما انتم ما شايفين ده بقى بسيبه في المية شوية. ده بحطه زي ما قلت لكم كده في الحلة من تحت. بصوا ولعت برضو فتحت المية على باقي الكرنب اللي طلع. بصوا انا بقى بشيل ايه، مش كل الكرنب مرة واحدة في يوم واحد، لا يعني ممكن مثلا جبت كرنب او نزلت مثلا جبت خضار فجيب كرنبايه واسلقها واشيلها، عشان خاطر برضك ايه ما يبقاش مجهود عليكي وتتعبي وتعملي مثلا كذا واحدة في اليوم. لا، اعملي كل اسبوع واحدة، في الاسبوع اعملي 2، على حسب انتي ومزاجك يعني عشان خاطر برضك ما تتعبيش. بصوا الورق دوت برضو خليته غاب شوية. طبعا بعد ما خلصت كده هنحط بقى في الحلة دي، وكانت وصفة اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.